بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. دمشق كورة، حط اشتراك يا صديقي. عرض ب450 ألف دولار أمريكي للاعب النادي الإفريقي. هذا اللاعب قريب جدا من تجديد عقده مع الإفريقي، وهذا اللاعب يغادر رسميا. يجي نكتشفوا مع بعضنا شكونهم الملاعبية هذوم. السلام عليكم الناس الكل. كيما حكينا وكيما لخصنا بعض العروض جات الملاعبية النادي الإفريقي باش نذكرهم بالاسم. كيف ثم لاعب تقريبا ما زلت له بعض اللمسات على تجديد العقد، لاعب بصراحة نتمناه يبقى في النادي الإفريقي. ولكن اش نبدا اللي فيرجي تشامبرز يعود العمل. البارح كان هبط تدوينه في ستوري نتاعو بعد الزواج نتاعو، كتب معناه اللي هو باش يبدا وباش يرجع للعمل وباش يرجع ربما الان باش توضح الصوره اكثر في النادي الافريقي. باش نحكي كيف على الملاعبيه اللي تقريبا مازالت لهم بضع معناها لمسات على الامضاء، وهم بصفه كبيره برشا كلوبيستيه، وكان كيف اساميهم داروا حتى في الفيسبوك في برشا مواقع اخرى كيما احسن رمضان اللي هو الظهير الواعد لترجي الجرجيسي، اللي كان كيف في الليسته نتاع المنتخب الوطني التونسي، كان شارك في اخر تربص للمنتخب الوطني. ظهير بصراحه عصري، افضل من تيني 1000 مليون مره، وافضل كيف مسهيلي على مستوى الموسم الفارط. نحكي ما نعرفش عاد كيفاش باش يكون في النادي الافريقي، كيفاش التكيف نتاعو في اجواء النادي الافريقي. كيف لاعب يريده بشده محمد الساحلي اللي هو اللاعب بوعصيده، مهاجم نجم المتلوي، مهاجم سجل 7 أهداف، مهاجم واعد. كيف هل يكون للنادي الافريقي؟ مازال الامضاء الرسمي ما تمش، ولكن محمد الساحلي مقتنع تمام الاقتناع بالملاعب هذايا. ثم كيف تفكير من فرقة تشامبرز لما لا يكون الساحلي هو المدرب الأول الإفريقي. قد يكون وقد لا يكون، خاطر الإدارة هي اللي باش تكون، الإدارة القادمة هي اللي باش تحدد الحكايات هذه والجزئيات الصغيرة هذه، وباش تاخذ القرارات النهائية حتى في الملاعبية اللي يتفاوض معهم حاليا تشامبرز. وحتى في الملاعبية ثم ملاعبية أمضوا عقود مبدئية مع النادي الإفريقي. باش نرجعوا الأخبار اللي ذكرناه في الملخص تاع الفيديو في أول الفيديو، اللي هو عرض رسمي لسيماكولا ب 450 ألف دولار، تقريبا مليار ونص تقريبا بفلوس توانسة. عرض من فريق تنزاني، والإدارة لحد الآن أو فيرجي تشامبرز ومحمد الساحلي ما همش رافضين العرض هذا، ولكن ما ينجموش يبتوا في العرض إلا لما تجي إدارة جديدة. بالنسبة لي سيماكولا قيمة ثابتة، يلعب في منتخب أوغندا معناها أساسي، ولكن مانيش كونتر انك تسيبه، ولكن كي باش تسيب سيماكولا لازمك تجيب ما خير من سيماكولا. انت كان باش تسيب سيماكولا وتجيب لي ملاعب اقل منه، ولا ملاعب معناها باش تقمر عليه، ينجم يطلع باهي ينجم يطلع خايب، دونك تخلي سيماكولا اللي هو في نظري ما خذاش فرصته في العام الفارط وتظلم. معناها يلعبوا ماتش بعديك يتكيه يرتحوا 10 ماتشوات بيتوني. بصراحة ما خذاش فرصته، وكان ماكش باش تجيب خير منه خلي خويا سيماكولا غاديك. ولكن كعرض راهو عرض ممتاز برشا. الكلوب افريكان ما ننساوش اللي هي عندها ديون ب 3.5 مليون دينار لازمها تخلص قبل 30 جوان. لحد الان ما صارتش عملية الخلاص. ما نعرفش فرقة تشامبرز والإدارة ماذا تنتظر أو ما تبقى من الإدارة. على كل هذا هي الخبر الأول. الخبر الثاني اللي هو الزعلوني قريب جدا من الإمضاء. الزعلوني اللي هو محمد الساحلي مقتنع به ويريده أن يجدد عقده مع النادي الإفريقي، والزعلوني قريب جدا من الإمضاء رغم اللي عنده كيف عرض رسمي. الملاعبي اللي غادر بصفة رسمية اللي هو معز حسن يغادر بصفة رسمية النادي الإفريقي وبعد انتهاء عقده. معناها نتمنى له كل التوفيق. معز حسن بصراحة بعيدا عن العاطفة برشا ناس أو تضرب وخلى ساقه في الملعب، ولكن نراه بصراحة في المواسم الثلاثة ولا الأربعة اللي عداهم في الكلوب أفريكان كان تحت المتوسط، احيانا يطلع النيفو نتاعو، ولكن الاغلبيه بصراحه ما قدمش اللي يخول له انه يبقى في الكلوب افريكان. بصراحه انا مع مغادرته. كيف المفاوضات مع حمدي العبيدي رجعت بقوه، وربما يجدد كيف حمدي العبيدي، ولكن حمدي العبيدي عنده عرض من المصري، نادي المصري. يعني شوفوا في الهجره نتاع الملاعبيه لمصر قد يكون كيف حمدي العبيدي لاعب في الدوري المصري، وقد يجدد في النادي الافريقي. كل الخيارات مفتوحه امام اللاعب. وفي النهايه ما ثماش مفاوضات حاليا مع احمد خليل، يعني التجديد صعب وصعب جدا. وهو بصراحه احمد خليل ما عادش عنده ما يضيف شيء للنادي الافريقي، يلزم يخرج، يلزم يشوف تجربه جديده. وبصراحه في النادي الافريقي انتهى وقتك يا احمد خليل. هذه هي اخبار متاع اليوم. حطونا لايك سبسكرايب كومنتير، اشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.